في محافظة ضرية يسكن أطول رجل بالخليج، السيد فهد بن ذيب المطيري، الذي يصل طوله إلى 243 سنتيمتر. هذا الرجل يعيش حياة طبيعية ويقابل استغراب الناس وحيرتهم من طوله بروح طيبة. عايش حياة طبيعية مثل الناس، يعني متجوز، عندي أسرة، بدي أروح وأجي، ما عندي أي إشكالية من الناحية هذه. حتى بعض الأوقات طولي ينفعني مع الناس. طولي يمكن تقريبا 243 كذا. والله أخذت الدراسة يعني تدبير هناك مع أبناء العم، يعني تعود عليه وصار الوضع عادي إلى أن خليته. ركوب السيارة من أصعب الأمور التي يواجهها بشكل يومي، وللمواقف المحرجة والمضحكة نصيب كذلك. والله معنا السيارات حجمها صغير وأنا طويل، فألقى صعوبة في ركوبها. لا صار أركب يعني جيب، يعني وحتى بصعوبة، وأركب حتى هايلوكس بصعوبة مرتين. أذكر قبل سنوات كان فيه سيارة خلفي ووقفوني، حولت عليهم، يوم شافوني ركبوا سيارتهم هجوا. والله كذا استوحشون، شافوا شكلي، شافوا طولي وهجوا. يتضايق من انتشار بعض الصور له والسخرية منها، ويقول أن طوله قد يكون سببا في عدم توظيفه. قبل أيام انتشر الصورة في تويتر معلق عليه تعليق يعني ساخر. هذا ما يرضيني أنا ولا يرضي الله. أي شخص ينزل صورة سخرية أو يعلق سوف أقاضيه. أنا ما عندي وظيفة حاليا ولا حصل لي وظيفة. ما أدري هل طولي أعاقني عن الوظيفة أو ما أدري إيش السبب. أكيد أحتاج، أنا إنسان، عندي أطفال، عندي زوجة. يعتبر فهد المطيري كثاني أطول رجل بالعالم حاليا بعد السيد التركي سلطان كوزن الذي يصل طوله إلى 251 سنتيمتر. لMBC أحمد العثمان.